إذا أردت أن توفق وأن يعينك الله وأن يسددك فاحذر من ذنوب الخلوات. ولهذا يقول إذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. عرفت؟ فالواحد إذا استشعر أن الله يراني في أي وقت وفي أي حال، وكما قلنا من قبل الله أعلم بحال عباده، الله أعلم بأحوالهم، الله أعلم بما في صدورهم. ولهذا إذا أنت استحيت من الله فالله يعلم أنه ما ترك هذه المعصية وما يراه فيها أحد إلا خوفه من الله، فيبدله الله يقينا توفيقا وفراسة ورزقا وإحسانا فتجده موفق.